في يوم عادي سنة 1965 على شاطئ في أستراليا، أطفال كانوا بيلعبوا، وفجأة يتحول كل ده لجريمة مرعبة هزت أستراليا كلها. القصة اللي هتسمعها دي مش قصة فيلم، دي قصة واقعية 100%. تابعوا. الضحايا بنتين عندهم 15 سنة، ماريان وكريستين، صحاب من زمان. قرروا يروحوا الشاطئ مع بعض. البنات نزلوا البحر ومعاهم أطفال تانيين من العيلة. في لحظة ماريان وكريستين قالوا هنطلع نتمشى شوية، ومن اللحظة دي محدش شافهم أحياء تاني. تاني يوم الصبح واحد ماشي على الشاطئ لقى حاجة غريبة. شاف رجل طالعة من الكثبان الرملية. قرب أكتر لقى جثتين مدفونين نص دفنة. المشهد كان صادم جدا ومخيف. بعد التشريح الشرطة اكتشفت إن الجريمة كانت عنيفة جدا. كريستين اتطعنت أكتر من 14 طعنة، ومريان اتطعنت 6 مرات، وفي جرح كبير في رقبة كريستينا. كمان اتأكد حصول اعتداء جنسي، والغريبة مفيش آثار مقاومة ولا آثار جر على الرمل، كأن اللي قتلهم كان واحد كانوا عارفينه وغدر بيهم. الشرطة عملت أكبر تحقيقات في تاريخ أستراليا، والنتيجة ولا حاجة مفيدة. كل الأدلة كانت ناقصة أو مش كافية. في 2012 بعد أكتر من 45 سنة، الشرطة قررت تعمل تحليل DNA على بقايا دم كانت موجودة من ساعتها. بصمة DNA طلعت لراجل، بس ضعيفة جدا ومش كفاية لتحديد الشخص. والمصيبة إن بعض العينات للحمض النووي ضاعت، وده كان ممكن يحل القضية، بس للأسف الفرصة راحت. كان في 2 من أشهر المجرمين اتفتح اسمهم في التحقيق. كريستوفر، وده مجرم جنسي خطير وعنده جرائم كتير بنفس الطريقة اللي حصلت دي. ومجرم تاني اسمه إيفان، قاتل معروف في استراليا، وبرضه طريقته في القتل بنفس الطريقة اللي حصلت. لكن ولا واحد فيهم ثبت إن هو متسبب في الجريمة. للأسف إن الأدلة الجنائية في الستينات كانت ضعيفة، وعينات مهمة ضاعت، والشهود كانوا كتير، لكن كل كلامهم متضارب، والمشتبه فيهم كتير. مفيش دليل قاطع ضد أي حد. والمصيبة إن لحد يومنا ده الجريمة دي محدش عرف يحلها. لغز مفتوح وحكاية غامضة، مش بس إنها جريمة، لأنها ضيعت بنتين صغيرين، وسابت سؤال مش لاقي إجابة من أكتر من 45 سنة. يا ترى مين قتل مريان وكريستين وليه؟